السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية. محمد سلام طلع فعلا فنان محترم جدا، ويمكن هو بقى كبير جدا في نظرنا كلنا. ان هو عمل بطولي مش عمل عادي. ان هو اعتذر عن مسرحية في الرياض. المسرحية دي فيها رقص وهزار وكده وضحك وكده، ففعلا هو عنده حق في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. اخواتنا بتتذبح وبتتقتل وبتتبهدل واطفال وكبار وستات بيموتوا، واحنا مش هنقف نرقص ونغني ونضحك غيرنا. هو عمل صح يعني. زمان كانوا ايام حرب 73 كان في تمثيل، كان فن، كان ساعتها بيقوي الناس. كان بيبقى فن هادف، فن ما فيهوش اي نوع من الاستظراف او الرقص او الخفه او حاجه. لكن بالعكس احنا بنحييك يا استاذ محمد. وطبعا هو اللي خد مكانه واحد تاني انا مش عارفه هو مين، بس انا بحييك وكلنا بنحييك. وانت عملك اكتر من عمل بطولي، لان انت رفضت تضحك او جواك حزين زينا، زي ما كل المصريين حزن على اللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين. وربنا يعينهم وربنا يلطف بيهم، وربنا يبعت لهم جند من جنوده من السماء والارض، لان ربنا قادر على كل شيء. واحنا انت عملت حاجة يعني، برضو دي تعتبر يعني ان انت جاهدت معاهم بالحاجة زي كده. وربنا يكتر من امثالك، ويا ريت كل الفنانين يعملوا زيك ويحسوا بيهم ويحسوا بالناس دي.